تخيل تبقى عميل مخابرات سابق، اشتغلت في أخطر العمليات وشفت حاجات محدش يقدر يتحملها، وفجأة تلاقي نفسك متهم بالخيانة والجهاز اللي كنت بتموت علشانه بقى عاوز يقتلك. ساعتها هتقرر تهرب ولا تختفي وتعيش لوحدك في جزيرة معزولة، لا أصحاب ولا أهل ولا حتى أمل تعيش علشانه، لحد ما بنت بسيطة كل يوم تيجي توزع هدايا على أهل الجزيرة وتقرر في يوم إنها تخبط على بابك، لكن الباب اللي لو اتفتح هتبدأ حرب هيموت فيها ناس كتير والمدينة كلها هتتحط في حالة طوارئ. فهل فعلا كان بيحاول يحميها ولا كان بيستخدمها علشان ينتقم؟ فيلم النهاردة عن عميل هرب من ماضيه، بس الماضي رجع له بجيش كامل وخلاه يحارب دولة كاملة علشان ينقذ بنت ملهاش أي ذنب. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نكمل. بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه مايكل ماسون واللي كان شغال في المخابرات، لكن فجأة حصلت له مشاكل وهرب واستخبى في الجزيرة وقرر انه يعيش في سلام لوحده. وبنعرف ان الناس اللي عايشة في الجزيرة تحت خط الفقر، علشان كده كل فترة بتيجي مركب كبيرة معاها اكل وهدايا لسكان الجزيرة، وبتقرب بنت اسمها مايا ومعاها الهدايا وبتبدأ توزعها قدام كل بيت وبعدها بتمشي. ودايما كان مايكل بيلاحظها ومراقبها كمان وشايف كل اللي بتعمله. وبنعرف ان مايكل عايش في حالة اكتئاب ووحده ويدوب بيتكلم مع الكلب بتاعه علشان يسلي وقته. وفي يوم كان في عاصفة جديدة والأرصاد الجوية نبهت على الناس انهم يحاولوا يفضلوا في بيوتهم أغلبية الوقت، لكن كالعادة مايا وعمها بيجوا ناحية الجزيرة وبتبدأ مايا توزع الهدايا بتاعتها، لكنها بتلاحظ ان مايكل ما خدش آخر هدية، فده زاد فضولها انها تتكلم معاه وبتشوف قد ايه حالته صعبة وبتحاول تقرب منه وتتعرف عليه. لكن مايكل ما كانش عاوز كده لانها ممكن تتعلق بيه وهو ممكن يموت في اي لحظة. ولما لقاها مصممة قرر انه يقفل الباب ويسيبها تكلم نفسها، ورغم انها اصرت وفضلت تخبط عليه لكنه ما ردش عليها، وعلشان ما تتأخرش على عمها قررت تسيب له الهدية بتاعته قدام الباب ومشيت على امل لما يفتحها يعرف حسن نيتها وانها بس عاوزة تتعرف عليه. وبعد شوية وبسبب العاصفة بدأت مايا وعمها يفقدوا السيطرة على المركب وبدأوا فعلا يغرقوا. ولما الكلب بيحس باللي حصل بدأ يعمل حركات غريبة، وفهم مايكل ان في حاجة حصلت وفكر ان ممكن السفينة بتاعتهم تكون غرقت، فنط بسرعة وبدأ يدور عليهم وفعلا لقى العم غرقان وميت، اما مايا فكانت متعلقة ولسه عايشة، فقرر ينقذها بسرعة في آخر لحظة وبيتكتب لها عمر جديد وبياخدها للبيت بتاعه وبيرعاها لحد ما حالتها تتحسن. والمشكلة انها اول ما بتفوق وبتعرف ان عمها مات بتتصدم وما بتكونش قادرة تصدق او تتخيل ان عمها خلاص ما بقاش موجود، وبتفضل طول الليل تعيط ومش مستوعبة الخبر ولا عارفة هتكمل حياتها ازاي من غيره. اما وجعها الجسدي فكانت رجلها مصابة وبدأ يحاول يساعدها لكنها كانت خايفة وعاوزة تمشي من الجزيرة فورا، لكنه عرفها ان صعب تمشي، فمن خوفها وتوترها بدأت تكذب عليه وقالت له ان اهلها هيدوروا عليها اكيد ولو فكر يخطفها هيقتلوه، لكنه صدمها لما قال لها انه عارف ان ملهاش حد تاني غير عمها وانه مات، فبدأت تخاف منه اكتر لانه طلع عارف عنها كل حاجة، لدرجة انها جابت سكينة وهو مش واخد باله وحطتها تحت المخدة علشان لو حاول يعمل لها حاجة تدافع عن نفسها. لو انت مكان مايا ممكن تتصرف ازاي في الموقف ده؟ يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. وبالليل بيشوفها وهي بتتحرك وبتقول كلام غريب مش مفهوم، فقرر انه يحاول يفوقها، لكن لما فاقت خافت منه وجريت على السكينة وبتهدده بيها، لكنه خد منها السكينة وقال لها انه مش عاوز يأذيها وانه بالعكس هو اللي انقذ حياتها، وكمان قرر انه يعلمها اصلا ازاي تستخدم السكينة صح علشان تدافع عن نفسها. وبعدها بدأت تظهر اعراض غريبة على رجلها وشك انها ممكن تكون اتصابت باي فيروس في رجليها، وبدأ يساعدها تتحرك على رجليها لحد ما يشوف هيجيب لها علاج منين. ومع الوقت بدأت تطمن للمكان وكمان بدأت
تلعب شطرنج معاه بدل ما كان بيلعب لوحده، ولما كان بيتوتر والضغط يزيد عليه كان بيقعد يرسم ويفكر لحد ما جت لحظة الحقيقة لما سألته هو يعرف عنها ايه بالظبط، فقال لها انه كان شغال في جهاز المخابرات وانه كان شغال مع عمها من سنين وكانوا مع بعض في المأموريات كمان. وبعدها بيلاحظ ان الفيروس بدأ يزيد جدا في رجلها، علشان كده قرر انه يسيبها على الجزيرة علشان يروح يجيب لها ادوية. لكن لما مايكل بيوصل المدينة ما بيكونش معاه اي فلوس اصلا يشتري بيها، فاضطر انه يسرق العلاج. وبعدها بنروح لاجتماع داخل جهاز المخابرات، وهناك بنشوف صوفيا رئيسة الجهاز بتقول ان في اخبار اتسربت من داخل الجهاز وانتشرت، وده معناه انهم مخترقين. فحاول واحد اسمه مانفورت واللي بيكون واحد من كبار الضباط في الجهاز انه يطمنها وان نظام الامان عندهم قوي جدا، لكنها قالت له ان في بيانات للقوات بتاعتهم انتشرت كمان، وقالت له انهم هيعملوا اجتماع سري بينهم. وانتهى الاجتماع ان صوفيا اجبرت مانفورت انه يقدم استقالته، وفعلا بيوافق قبل ما يلبس تهم توديه السجن. اما مايكل فلسوء حظه ان في بنات كانوا بيتصوروا وهو معدي وظهر في الصورة وهو مش عارف، وبسبب الصورة دي المخابرات شكت فيه لان شكله غير مألوف بالنسبة للمدينة، وعلى طول طلعوا قرار بالقبض عليه. في نفس الوقت كان مايكل رجع للجزيرة وادى الادوية للبنت، وبعد شوية سمع صوت غريب من بره وبيتفاجئ ان في مركب جايه له على الجزيرة، ولما بيتأكد انهم شرطة قرر انه لازم يتعامل معاهم باسرع وقت. واول حاجة عملها لما قربوا انه شغل فخ كان عامله وقدر يقتل اول واحد فيهم، وبينور كل الكشافات اللي محطوطة على الجزيرة، ولما واحد من الشرطة بيقدر يشوفه على طول بيضرب عليه نار. لكن قدر مايكل يكمل وقرب منهم ورمى بنزين على واحد وولع فيه. في نفس الوقت كان في واحد من الضباط قدر يوصل للبيت، ولما الكلب هجم عليه ضربوا عليه نار وقتلوه، وكمان قبضوا على مايا. اما مايكل فقدر انه يشنق واحد من الشرطة وبعدها خد سلاح وقدر يقتل الضابط اللي قبض على مايا. لكن الكارثة الحقيقية ان الشرطة كانت معاها كاميرات وكل اللي حصل ده اتصور، وبكده مايكل اتكشف وبقت مسألة وقت وهيتعرفوا عليه وهيوصل دعم اكبر علشان يقتلوه. وما كانش قدامه حل غير انه يلجأ لصديق قديم علشان ينتقل هو ومايا ويعيشوا عنده لحد ما يشوف هيعمل ايه في المصيبة دي، مع انه عارف انها مش هتعدي على خير لان المخابرات مش هتسيبه، والمدينة كلها بتدخل في حالة طوارئ بعد ما لقوا كل قوات الشرطة مقتولين على الجزيرة وما فيش حد منهم رجع سليم. وساعتها المخابرات لجأت لضابط مخضرم اسمه والتر لانه متخصص في القواضي دي وهيقدر يوصل للي عمل كده بسهولة. اما مايكل فكان بيدور على عربية علشان يهرب بيها وما كانش قدامه حل غير انه يسرق، فدخل بيت يدور على مفاتيح العربية، لكن لسوء حظه صاحب البيت كان موجود وحاول يقتله كمان. لكن تدخلت مايا هي كمان بسلاحها واتفقوا كلهم بدل ما يموتوا بعض هيخرجوا من البيت من غير ما حد يحصل له اي حاجة. اما في مركز البيانات المخابرات بتعرف ان مايكل اصلا متورط في قواضي تانية، ومنها انتحال شخصية رجل من القوات الخاصة، والملفات بتاعته اتبدلت مع ملفات شخص تاني عليه قواضي اجرام. وبنرجع لمنفورت اللي كان متضايق جدا بسبب الاستقالة اللي مضى عليها غصب عنه وهو مصمم انه ينتقم منهم. وهنا بنعرف كل حاجة لان منفورت اصلا هو قص المصايب لانه اساسا زعيم حزب سري في المدينة، وبنعرف ان مايكل كان واحد من الحزب ده، وعلشان كده منفورت خايف يتقبض عليه ويعترف عليهم فقرر انه لازم يقتله في اسرع وقت. وبنرجع لمايكل واللي بطريقة غريبة صاحب البيت قرر انه يساعدهم لانهم صعبوا عليه وقال لهم انه هيوصلهم بالعربية. لكن ابن صاحب البيت بيروح لهم وبيقول لهم انه بلغ الشرطة اول ما مايكل دخل البيت، وبعد ثواني الشرطة فعلا بتوصل للبيت وبتقبض عليه. ولما حاول صاحب البيت يخرج يشرح لهم الموقف لكن والتر بالقناصة ضربه رصاصة في دماغه لانه كان مفكره مايكل، وساعتها اقتحمت الشرطة البيت فبدأ مايكل يضرب فيهم علشان ينقذ حياته هو ومايا، وساعتها قدر انه يقتل 2 من افراد الشرطة وكمان سرق من واحد مفاتيح العربية. وساعتها كان المخابرات شايفة كل اللي بيحصل لحد ما مايكل خد مايا في عربية الشرطة وهرب بيها، لكن والتر بدأ يطارده فمايكل كان اذكى منه وبدأ يدخل في شوارع مختلفة علشان يتوهه، بس
والتر كان بيرجع تاني ويقرب منه، فقرر مايكل انه يخلص منه وهدى بالعربية، ولما بقى قدامه خبطه وقلبه بالعربية وسابه ومشي. بس لسوء حظ مايكل ان والتر خرج من العربية بكدمات بسيطة، وقرر انه يسرق عربية تانية علشان يكمل مهمته. ولما جه يوقف اول عربية قدامه لقى عربية شرطة جاية وراها، فضرب نار على الشرطة وقتلهم. في نفس الوقت كان مايكل سرق عربية تانية لانه مش هينفع يكمل طريقه بعربية شرطة سهل رصدها. وفي الناحية التانية صوفيا بتكلم مونفورت وحكت له على اللي حصل بين الشرطة ومايكل، فقال لها انه ما يعرفش اي حاجة ومالوش دعوة باي حاجة هتحصل بعد كده، لكن من صوته كانت عارفة انه بيكذب. علشان كده قررت انها تدور وراه في الملفات القديمة واللي منها ممكن توصل لتفاصيل الحزب السري اللي هو عامله. اما مايكل ومايا فبدأ مصيرهم يبقى واحد وما ينفعش حاليا حد يتخلى عن التاني، وحذرها انها تقف كتير قدام اي كاميرات لان المخابرات هتكون مراقبة المدينة كلها. لكن لسوء حظه كان مونفورت بيراقب كل حتة في المدينة وقدر يشوفهم، لكن بدل ما يبلغ صوفيا بمكانهم قرر انه يشيل اي اثر ليهم وبعت اللوكيشن لوالتر علشان هو اللي يروح يقتله علشان يضمن ان كل اسرار الحزب بتاعته هتموت معاه. اما مايكل فبيروح لزميله وقال له على كل حاجة حصلت معاه، ووصاه على مايا انه يخلي باله منها لو حصل له اي حاجة. ولانهم كانوا شغالين مع بعض بدأوا يفكروا مين اللي ممكن يكون بيعمل معاه كده، والاتنين كان عندهم نفس الظن وان مونفورت هو المستفيد الوحيد من موته، علشان لو انفضحت العملية المشبوهة اللي كان بيعملها عن طريق الحزب بتاعه ممكن يدخل السجن باقي حياته. ولان مونفورت هو اللي لف قضية مايكل من الاول علشان يخلص منه، لكن ساعتها مايكل هرب وراح الجزيرة. هل مايكل فعلا مظلوم ولا فعلا عمل حاجة ضد القانون؟ مستني رأيكم في التعليقات. وفي الوقت ده بيكون والتر وصل للبيت اللي هم قاعدين فيه، ومايكل بيسمع صوت من بره فبيبدأ يستعد. ولما بيدخل والتر بيبدأوا يضربوا بعض، وكان مايكل أضعف بكتير من والتر بسبب فرق السن والتمرين، وكان على وشك انه يقتله، لكن بتظهر مايا وبتهدده بالمسدس وبتنقذ حياته تاني، فوالتر ضربها ووقع منها المسدس. ولما راح ياخده كان خرجوا من البيت بسرعة وركبوا العربية وهربوا. ولما مونفورت بيعرف اللي حصل بيتعصب جدا وبيقرر انه يبعت عصابة كاملة علشان يقتلوه. في نفس الوقت قرر مايكل انه يروح لواحد صاحبه اسمه جوني علشان يبدأ في اجراءات سفر مايا، وقال لها انه طول ما هي معاه حياتها هتكون في خطر وان اكيد هيجي ناس كتير علشان يقتلوه، وعرفها اصلا انه كان هربان وعايش في الجزيرة لوحده علشان كده. ورغم ان مايا ما كانتش عاوزة تسيبه الا انه كان مصمم على رأيه وما كانش في مجال ليها للنقاش. ولما وصلوا للبار الآمن ما كانش موافق يدخلهم، فاضطر انه يكسرهم لحد ما وافقوا يدخلوا لجوني. اما في جهاز المخابرات فقدرت صوفيا ترصد عملية دخول غريبة وعرفت انها من مونفورت، وطلع مهكر سيستم المراقبة علشان يشغله لصالحه، وبكده تبقى المخابرات عرفت انه رأس الافعى ووجهوا له تهمة سوء استخدام الصلاحية، امروا بالتحرك للقبض عليه. اما جوني فوافق يحافظ على حياة مايا ويحميها مقابل ان مايكل يخلصوا من مونفورت لانه عامل لهم مشاكل كتير. اما مونفورت فعرف انه خلاص ممكن يتقبض عليه، علشان كده بدأ يخطط انه يمسح اي ادلة ممكن ترميه في السجن. علشان كده اكد على عصابته انهم لازم يخلصوا من مايكل النهاردة وفي اسرع وقت. وفعلا العصابة بتوصل للبار وبيقدر مايكل انه يكشفهم، وبدأت الاشتباكات بينهم، وقدر مايكل يقتل واحد منهم وخد منه مسدسه اللي فيه كاتم الصوت، وبدأ يصطادهم واحد ورا التاني. لكنهم لما كشفوه بدأوا كلهم يهجموا عليه في نفس الوقت، واخد ضربة بالسكينة في ظهره وكمان خطفوا مايا. والكارثة ان كل ده كان متصور من المخابرات، علشان كده صوفيا امرت فرقة خاصة انها تتدخل بسرعة ويقبضوا عليهم كلهم. اما مايكل فتعصب وبدأ يقتل في اي حد قدامه سواء كان من القوات الخاصة او من عصابة مونفورت، لحد ما قدر يوصل للعربية اللي مايا فيها واخدها وركب موتوسيكل وهرب. ولانه عارف ان جوني هيهربه بمركب راح للمينا واستنى المركب، وكانت مايا خايفة عليه وعاوزاه يجي معاها لكنه رفض وقال لها انه كده بيحافظ على حياتها. ولما المركب جت زقها ونزلت على المركب. في نفس الوقت ظهر والتر وبدأ يضرب نار على مايكل، وبدأوا تبادل اطلاق النار لحد ما الاتنين خلصوا الذخيرة بتاعتهم، فبيبدأوا يضربوا
ضربوا بعض بايديهم وقطعوا بعض، لحد ما قدر مايكل انه يمسك سلسلة ضخمة ويضربوا بها وبيقتله. وبنروح لمونفورت اللي كان قاعد في مكتبه، وفجأة بياخد باله انه كل الحرس بتوعه مقتولين بره، وقبل ما يفكر يهرب لقى مايكل قدامه، فبدأ يحاول يبرر له كل اللي عمله، وانه كان خايف على الحزب بتاعه، وانه ممكن يصلح كل حاجة ويحميه كمان. لكن مايكل طبعا ما صدقهوش، وكمان ما نسيش كل العذاب اللي عاشه بسببه، وسنين عمره اللي ضاعت في الجزيرة وتلفيقه للقواضي، وفي الاخر ضربوا رصاصة في دماغه وخلص عليه. وبعد فترة بنشوف مايا وهي قاعدة بتقرا كتاب في اسبانيا، لكن كانت المخابرات لسه مراقباها على امل ان مايكل يظهر ويقبضوا عليه. لكن مايكل كان اذكى بكتير منهم، لانه فعلا راح اسبانيا وكان بيطمن عليها من وقت للتاني، ومن غير ما حد يقدر يكشفه او يتعرف على شخصيته. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وافكرك طبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وطالما انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد انها هتعجبك. اشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.